السلام عليكم الإخوة الأخوات، معكم حمزة الخضر. مرحبا بكم في القناة ديالي. اليوم إن شاء الله نشوفوا آخر استعدادات ملعب براقي لاستضافة شان 2023 المقام بالجزائر الشقيقة. قبل ما نمشيو نشوفوا الفيديو ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس باش يوصلكم الجديد ديالنا، وشكرا. السلام عليكم مرة أخرى. كما كتعرفوا ملعب براقي أو ملعب نيلسون مانديلا كما سمي مؤخرا بالمقاوم الجنوب افريقي نيلسون مانديلا. كما كتشوفوا ملعب جميل، ملعب مغطى بالكامل. هذا الملعب سيستضيف مباريات شان 2023 بالجزائر للمنتخبات المحلية الافريقية. كما كتشوفوا ملعب جميل بمواصفات عالمية، ملعب مغطى بالكامل، يستعد لاستضافة كأس إفريقيا للمحليين. كما كتشوفوا فهذه هي آخر الاستعدادات خارج الملعب وداخل الملعب. حقيقة ملعب جميل الذي تصل طاقته الاستيعابية إلى 40,000 متفرج. الملعب الذي تم افتتاحه في أواخر سنة 2022. كما كتشوفوا مرافق الملعب فهي مرافق جد رائعة وجميلة كما يظهر في الصورة. وهذه هي غرفة تغيير الملابس للاعبين. كما قلنا الملعب تم افتتاحه في أواخر سنة 2022 بتكلفة وصلت إلى 280 مليون دولار أمريكي. كما كتشوفوا ملعب جميل بمواصفات عالمية، مغطى بالكامل، ذو عشب طبيعي من النوع الجيد والجيد جدا. وهذا هو ملعب التدريب المجاور لملعب براقي أو ملعب نيلسون مانديلا. حقيقة ملعب جميل وجميل جدا جدا جدا. أنا منبهر بهذا الملعب حقيقة تقال، رغم أنني مغربي. نحن شعب واحد ودولة واحدة وثقافة واحدة ودين واحد. حقيقة خصنا نكون مع بعضياتنا متفاهمين، بعيدين عن كل البعد عن السياسة والإعلام الذي يلطخ بالعلاقة ما بين البلدين. حقيقة ملعب جميل وجميل جدا. مفخرة للجزائر الشقيقة. يستضيف هذا الملعب افتتاح كأس إفريقيا للمحليين بالجزائر، وأيضا سيستضيف نهائي هذه المسابقة كذلك، والعديد من المقابلات. حتى هنا إخواني الكرام كنكونوا سالينا الفيديو ديالنا هذا النهار. كنتمنى نكونوا نقلنا لكم آخر الصور لهذا الملعب واستعداداته لاستضافة الشان بالجزائر 2022. ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس باش يوصلكم الجديد ديالنا، وكتبوا لنا في التعليقات الآراء ديالكم حول الملعب وحول الاستعدادات. وكنشكركم جزيل الشكر حول التعليقات الهادفة والمشجعة. كنتمنى ينال الإعجاب ديالكم الفيديو، ونلتقي في فيديو لاحق إن شاء الله، وشكرا.